تعالوا نعمل إعادة تدوير لأي جيركن بلاستيك ونستخدمه في حاجة تانية مفيدة جدا في البيت. هنقطع الجزء اللي تحت في الجيركن بالشكل ده وهنساوي الأحرف بتاعته بالمقص كويس، وهنبتدي نغلفه بأي قطعة قماش، وهنثبت الزيادات على القاعدة. بنسيب جزء كده صغير قوي زي سنتي واحد هنشده على القاعدة، وبعد كده هنغطي القاعدة بقطعة قماش. طبعا ثبت تحتها شمع، وهنشيل اي زيادة على الاحرف بالظبط كده بالمقص. هنا عملت له كيس نفس الحجم بالظبط وثبته فيه من جوه. يعني هناخد مقاس الدوران بتاعه وهنقفل الكيس من تحت، وهنقفل الجناب بتاعته. بعد كده هنثبته جوه بالشكل ده. لو عندك كم برضو قميص، كم بلوزة، جزء من رجل بنطلون، ممكن تاخديه على طول يبقى جاهز معاكي وتثبتيه فيه من جوه كده. بعد ما ثبت الاحرف بتاعه الكفر الداخلي على بره، هبتدي اغطي الجزء ده اللي هو الحافه بتاعته كلها بخيط الخيش. ممكن تستخدمي على فكره اي خيط تاني، وده هيكون على حسب لون القماشه اللي انت بتستخدميها. عندي خيط المكرميه في كل الالوان وسعره رخيص جدا. ثبت كده 3 صفوف من خيط الخيش، وبعد كده هبتدي اثبت يدين من نفس الخيط. نراعي ان هما يبقوا مقاس واحد. نحط كمية شمع مناسبة علشان الايد تثبت كويس. الخيط بيثبت قوي في القماش بشكل متين جدا. هنلفه الناحية التانية ونثبت الايد التانية في نفس الاماكن بالظبط. بعد ما هنثبت اليد بالشكل ده، هستخدم عليه من بره اي بقى زينة. انا استخدمت قطعة السلسلة دي، كانت عندي على بلوزة كده، استخدمتها ادت شكل حلو قوي. تقدري تحطي فيونكة، تقدري تحطي اي حاجة اكسسوارات من ملابس قديمة عندك، شكله بقى تحفة جدا، مناسب لاستخدامات كتير قوي في البيت. استخدمنا او استغلينا مخلفات البيت في حاجة مفيدة، وكلها خامات من البيت. جربيها يعجبك قوي.